السلام عليكم يا بنات، ازيكم؟ النهارده هنتكلم على حاجات مختلفه شويه، فيلا بينا لايك على السريع، سبسكرايب للقناه اول مره تشوفيني. معاكم جهاد قيشو. يلا بينا نبدا الفيديو. النهارده هقسم لكم التايم لاين بتاعه علشان لو حد عايز يدخل على حاجه معينه على طول هتلاقوا التايم لاين بتاع الفيديو متقسم، وكمان في الديسكربشن بوكس علشان مثلا لو عايزين تشوفوا الريفيو بتاع الاير فراير على طول او الريفيو بتاع المكنسه او المكنسه على طول. في الاول خليني اكلمكم على العروض اللي عاملاها ستانفي علشان هم نزلوا اجهزه جديده. انتوا دايما عارفين ستانفي لما بيعملوا حاجات جديده دايما بيعملوا اوفرز خطيره وكمان معاها هدايا خطيره برضو. فاول حاجه هم عاملين اوفرز بتوصل ل 1500 جنيه طبعا بعد البرومو كود بتاعي، وكمان عاملين هدايا وبجد هدايا قيمه جدا جدا. 5 بنات هيدخلوا على سحب ان هم يختاروا اي توب برودكت من اجهزه الشعر من اختيارهم، يعني حتى لو اخترتي اغلى حاجتين مثلا عادي هتكسبيهم. الشرط الوحيد انك تكوني اشتريتي واحد من الاجهزه الجديده اللي منزلها ستانفي، سواء كانت الاير فراير او الفاكيوم، اي واحد فيهم، وهتستعملي البرومو كود بتاعي وتبعتي لي سكرين شوت وتبعتي رقم الاوردر وانا هدخلك السحب. يعني انا هبعت لهم ان هم يدخلوكي السحب. طبعا الهدايا دي او ال5 بنات اللي هيكسبوا هيكون من عند ستانفي مش مني، يعني دي مش هديه مني ليكوا، لا دي هديه من ستانفي ليكوا بمناسبه ان هم نزلوا اجهزه جديده. في حاجه عايزاكم تاخدوا بالكم منها، ان دايما الحاجه لما بتنزل لسه اول مره بيكون عليها اوفر خطير، وغالبا الاوفر ده فعلا ما بيتكررش تاني. فعلشان كده حاسه انه فعليا دلوقتي احسن وقت لو انت مثلا عروسه او بتجهزي او حتى عايزه تجددي في البيت بتاعك او مثلا عايزه تعملي نظام صحي شويه للاكل بتاعك، فحاسه ان ده هيكون انسب وقت. طيب لو انت مش معاكي الفلوس، طبعا ستانفي برضو عندهم الحل، لان هم برضو عندهم انظمه تقسيط كتيره جدا جدا. فانت لو مش معاكي الفلوس وعايزه تلحقي الاوفر وتلحقيه كمان باقل سعر هينزل فيه، وكمان بقى ممكن يبقى حظك حلو وتكسبي مثلا اجهزه الشعر هديه، فكانك اشتريتي مثلا 3 حاجات بسعر حاجه واحده بس، وده بجد هيكون حاجه جامده جدا جدا. بتمنى البنوته اللي هتكسب اجهزه الشعر يكون فعلا عروسه او حاجه، لان ده فعلا هيكون حاجه تحفه بالنسبه لها ان هي اشترت حاجه للمطبخ وكمان اخدت عليها حاجتين هديه لاستعمالاتها هي الشخصيه. وبجد يا جماعه انا مش هقول ده تاني لان ده مش وقت ريفيو خالص على الستريتنر بتاعه ستانفي، بس الستريتنر دي اقوى ستريتنر ممكن تستعملوها في حياتكم، يعني انا بعشقها حرفيا. وفي حاجه برضو مهمه في ستانفي، انه الشحن عندهم مجاني لو اشتريت اي حاجه فوق 600 جنيه، وتقريبا كل حاجه في ستانفي اصلا فوق 600 جنيه الا بس الفيس هير ريموفر دي الوحيده اللي اقل من 600 جنيه. فانتوا يا جماعه اختاروا اول اختيار، هتلاقوا اصلا الشحن مجاني في ستانفي علشان الناس بتتلخبط. فده كده الجزء بتاع الاوفرز. انا من وجهه نظري ده احلى وقت تشتري فيه في ستانفي علشان جايز يبقى حظك حلو وتكسبي اجهزه الشعر، فبدل ما تشتريها ممكن تكسبيها. دلوقتي بقى هنتكلم على الاير فراير، وانا حاسه ان انا مش هديها حقها لان انا طبعا ما بفهمش قوي في المطبخ بصراحه، ولكن هي اصلا مخصصه للناس اللي زي الناس اللي ما بتعرفش تطبخ قوي، لان هي بتساعد ولانها بس بترمي فيها الحاجه بالخلطه بتاعتها وهي بتتصرف. جماعه انا عايزه اقول لكم ان هي مخليه معدتي الفتره دي في احسن حالاتها. انا هقول لكم المميزات اللي فيها، وخليني ابدا باول ميزه واللي مش موجوده في اي اير فراير موجوده في الماركت كله، وهي ان هي فيها ميزان. يعني هي من فوق كده السطح بتاعها اصلا ميزان، فهي بتوزن معاكي اي حاجه عايزاها. طبعا لو انت بقى متبعه نظام غذائي معين بالجرامات معينه وكده فهي هتساعدك جدا جدا، او حتى لو بتعملي اي مقادير لاي حاجه فهي هتساعدك قوي قوي لان هي بتوزن الحاجات. وكمان الحله بتاعتها كبيره 6 لتر ونص، مش حاجه صغيره كده. في حاجه بقى شفتها في كذا ريفيو على اليوتيوب ان هما دايما بيشتكوا من التنظيف بتاع الاير فراير. عايزه اقول لكم ان هو اسهل حاجه في الدنيا، هي حرفيا مش بتحتاج منك غير ميه وصابون بس. كمان الحله بتاعتها فيها ازاز شفاف علشان تقدري تتابعي الحاجه من جوه، لان هي من جوه اصلا مضيئه. وانا بصراحه مش حابه اتكلم على مميزات الاير فراير بتاعت ستانفي قبل ما اقول لكم على مميزات الاير فراير عموما، لانه بجد دي احلى حاجه هتدخلوها في روتين حياتكم. المقليات يا جماعه من اكتر الحاجات المؤذيه للجسم بجد. انا قلت لكم قبل كده في فيديو قديم لو تفتكروا ان انا من اكتر الحاجات اللي عملت لي بطن هي الحاجات المقليه. انا بعشق الحاجات المقليه عموما، يعني دي هتكون مفيده قوي قوي للناس اصلا اللي بتحب الحاجات المقليه. فعلشان كده كنت قلت لكم زمان بحب قوي اعمل بطاطس بالليل واقعد كده منسجمه واقعد اكلها واتفرج على اليوتيوب، دي حاجه بالنسبه لي ممتعه اصلا. فللاسف الحركه دي في الفتره الاخيره تخنتني قوي وكمان عملت لي بطن. انا ما عنديش اي مشكله ان انا اتخن، بس موضوع البطن ده بيكون مستفز لانه اصلا بيعمل مشاكل صحيه كتيره جدا جدا. والزيوت طبعا من اكتر الحاجات اللي بتعمل التهابات في الجسم وكمان اكسده، واحنا كبنات طبعا مش عايزين اكسده خالص عشان بشرتنا تفضل شباب طول الوقت. فبجد الاير فراير في الفتره الاخيره خلتني ابقى مبسوطه وانا باكل بطاطس، لان انا مش حاسه ان انا بعمل مشكله في جسمي، لانه ممكن ما تحطيش عليها زيت خالص لو انت مش عايزه، بس انا بحط رشه كده وادهنها. ممكن ابقى اعمل لكم بعد كده وصفات، لانه اكتشفت حاجه انه الاكل في الاير فراير مش عارفه مين اللي طلع الاشاعه دي بيطلع وحش. لا انا بجد مش فاهمه ليه دايما الناس بتطلع على الحاجات الجديده اشاعات. يعني برضو دايما بسمع ولحد اللحظه دي انه الغساله الاطباق ملهاش اي لازمه، وانه بجد مش
بتغسل خالص. احنا بقالنا 4 سنين مش فاكره اصلا ازاي الناس بتغسل على ايديها. يعني انا طلعت بره الموضوع انا فاهمه، بس بقول لكم ان دايما الناس بتقول حاجات او اشاعات على الاجهزه من غير ما تجربها. مين قال ان الاكل في الاير فراير بيطلع طعمه وحش؟ انا عايزه اقول لكم ان احلى بانيه دقته في حياتي لما عملته في الاير فراير، بجد طالع طعمه خطير، ريحته خطيره. حتى يعني انا اخويا كان ضد المبدا نفسه، بعدين قال لي ريحه الاكل حلوه. فعلا ريحه الاكل طالعه حلوه. يعني البانيه لما بيتعمل في الزيت بحس انه يعني ريحته بتكون عاديه، ريحته بتكون حاجه مقليه، لكن مع الاير فراير طالع ريحته حلوه. غير كمان طعمه يا جماعه بقى مش طعم الزيت وطعم الحاجات اللي هي المقليه العادي، طالع طبعا بيقرمش من جوه زي ما احنا كلنا عارفين، بيبقى من جوه طري ومن بره بيقرمش، طالع ريحته تحفه وطعمه تحفه. انا بجد حاسه ان هو في الاير فراير طعمه احلى. كمان البطاطس هبقى اعمل لكم بقى الوصفه بتاعتها لان انا اصلا بحبها وبعرف اعملها كويس، فطالعه معايا برده خطيره. بجد يا جماعه الاكل في الاير فراير طعمه احلى، بلاش اشاعات ان هو بيطلع طعمه وحش دي خالص، وبجد مش عشان ستانفي خالص، هو فعلا طعمه احلى. يعني لو حد جرب الاير فراير ممكن يكتب لنا تحت في الكومنتس انه فعلا الاكل فيها طعمه خطير. مش لازم نعمل مقارنه ما بين الاكل المقلي والاكل المعمول في الاير فراير لان الطعم مختلف، لان اصلا طريقه الطبخ نفسها مختلفه. الاير فراير مش بتقلي الاكل، هي بتسويه عن طريق الهواء السخن، وكمان فيها المروحه بتوزع الحراره على الاكل كله، فعلشان كده انت ممكن ما تحطيش فيها زيت اصلا والاكل هيستوي عادي. لكن انا بصراحه بحب احط شويه زيت كده علشان يعني زيت صغيرين. ممكن كمان تستبدلي بقى الزيت بزيت صحي زي مثلا زيت الزيتون او زيت الافوكادو علشان يبقى كل حاجه صحيه فعلا. فانا بصراحه حسيت ان هي هتكون اساسيه مش بس مهمه لاي حد بيحب الحاجات المقليه. طبعا بقى باقي الاكل هي اصلا الاير فراير بتاعت ستانفي فيها 9 برامج للاكل، سمك ولحمه وكل حاجه، فراخ وبطاطس وكل حاجه، ودرجه الحراره بتاعتها من 80 ل 200، وكمان الزمن بتاعها لحد 60 دقيقه، وبجد ده زمن طويل قوي محدش اصلا بيوصل له. طبعا لو عايزه تزودي عن 60 دقيقه عادي براحتك، هي بتطفي لوحدها بعد الزمن ده وبعد كده تشغليها تاني مش هيحصل حاجه، بس فعلا محدش هيقعد اكتر من 60 دقيقه اصلا يطبخ يعني. وفي برده حاجه مهمه قوي بالنسبه لكم ان هي معاها ضمان سنتين، وطبعا يا جماعه ستانفي براند مصريه 100%، فهي معانا في الماركت طول الوقت، فمفيش اي قلق خالص، هم هيكونوا متكفلين بكل حاجه لو حصل اي مشكله، بس ان شاء الله ما يحصلش مشاكل. وعايزين كمان نعمل مع بعض بقى وصفات في فلوجز وكده، في بنات كتير منكم طلبت مني ان انا اعمل فلوجز، فاحنا عايزين بقى نرجع الجيم وناكل صحي، فممكن بقى نعمل مع بعض فلوجز وبوصفات صحيه وحاجات كده. ايه رايكم لو انتم مهتمين بحاجه زي كده برده قولي في الكومنتس علشان نبدا بقى نخترع اكلات في الاير فراير وكمان يكون طعمها حلو. عايزه اقول لكم كمان ان هي بتعمل الكيك، اي مخبوزات عموما، وممكن تحط فيها الزبادي لو انتم بتعملوا زبادي في البيت او حاجه. بصوا الاير فراير بتعمل كل حاجه، يعني هي فعلا مفيش حاجه ما بتتعملش فيها. كمان ممكن تسخني فيها الاكل لو انت عايزه تسخني الاكل او كده، ممكن تسخني الاكل، فهي بتقلي وبتشوي وبتسخن الاكل تاني، فهي بتعمل فعلا كل حاجه. عايزه اقول لكم لما حضرت الايفنت بتاع ستانفي كانوا جايبين كذا بلوجر كده، فود بلوجرز يعني، فهم حرفيا عملوا كل حاجه في الاير فراير، فانتوا حرفيا هتجيبوها وممكن تركنوا بعديها اي حاجه تانية، خصوصا ان هي مساحتها كبيره 6.5 لتر، فده مساحه كبيره جدا. فاغلب الاير فرايرز بتكون مثلا 5 لتر او 4.5 حاجه زي كده، لكن هي 6.5 لتر فهي كبيره جدا. لو انتوا مش متخيلين قوي ايه اللي ممكن يتعمل في الاير فراير غير الحاجات المقليه، فادخلوا على البيج بتاعت ستانفي على انستجرام. جماعه كميه وصفات خطيره، شاورما وكفته وحاجات كتير قوي قوي قوي، فبجد شوفوا الوصفات وشوفوا كمان شكل الاكل اصلا طالع عامل ازاي، وكمان عشان تشوفوها هي شغاله وكده. وطبعا زي ما قلت لكم لو انتوا عايزين بعد كده نعمل مع بعض فلوجز بقى اكل صحي والجيم والحاجات دي كلها، فاكتبوا لي في الكومنتس علشان نعمل مع بعض وصفات للناس المبتدئه اللي زيي. طبعا انتوا عارفين ان انا مش بعرف اطبخ قوي يعني، فحاسه ان احنا ممكن نبقى شبه بعض شويه بنتعلم، بس بصراحه انا بعمل فرايز تحفه، دي اضمنها لكم ان هي هتطلع خطيره معايا، هي اصلا في الاير فراير طالعه خطيره، فعايزه اعلمكم ازاي ممكن نعملها في الاير فراير وتطلع كمان طعمها حلو، لان دي تقريبا محدش بيعرف يعملها حلوه قوي. عايزه اقول لكم بقى ان ستانفي حاليا عاملين اوفر على الاير فراير، منزلينها من 9000 ل 7777، وبعد البرومو كود بتاعي هيكون 7466، فطبعا البرومو كود هيخصم لكم بجد مبلغ كويس قوي. ولو استعملتي البرومو كود بتاعي اعملي سكرين شوت وابعتي لي رقم الاوردر بتاعك على انستجرام علشان ادخلك السحب بتاع ستانفي اللي ممكن بتكسبي التوب برودكت دول او اي حاجه طبعا من اختيارك في ستانفي من اجهزه الشعر. فبجد يا جماعه هيكون اوفر بجد خطير، وزي ما بقول لكم دايما الحاجه لما بتكون لسه نازله جديد بتكون باقل سعر ليها، فما تضيعوش الاوفر ده، خصوصا ان هم عندهم انظمه تقسيط، فمش محتاجين نفكر كتير. لو انت عروسه انجزي نفسك. اكيد مش محتاجه اوضح ان ده يوم تصوير مختلف تماما، بس ده علشان حصلت مشكله في الجزء ده من الفيديو اللي انا بتكلم فيه على المكنسه في المره اللي فاتت. خلونا بقى نتكلم عن المكنسه العظيمه دي، وزي ما قلت لكم على الاير فراير كل ما هستعملها اكتر كل ما هحبها اكتر، وده فعلا
اللي حصل، وعشان كده انا متحمسه قوي نعمل مع بعض فلوجز بقى ونطبخ وحاجات كده، وده اداني وقت اطول برضو استعمل فيه المكنسه، وده كان في صالحكم وصالح برضو الريفيو، لانه انا فعلا انبهرت بيها، وخصوصا مع حاجه مهمه جدا جدا، لانه انا عندي حساسيه في الصدر، وتقريبا برضو اغلب الاطفال بيكون عندهم ازمه او حساسيه في الصدر. فعجبني قوي كمان في المكنسه دي بقى ايه يا جماعه، ان هي الفلتر بتاعها نوع الفلاتر بيختلف من مكنسه للتانيه، وده بيخلينا نعرف اذا كانت المكنسه فعلا حلوه وتستحق فلوسها ولا لا، انه يكون فيها نوع الفلتر اللي بينقي التراب والبكتيريا قبل ما يطلع الهواء تاني. انتوا طبعا عارفين ان اي مكنسه في الدنيا بيطلع منها هواء من الناحيه التانيه دي كده، اغلب المكانس بيكون ريحه الهواء اللي طالع تحسوا كان هو له ريحه معينه، ده معناه ان الفلتر بتاع المكنسه مش احسن حاجه في الدنيا، لانه مش بيفلتر الريحه ولا البكتيريا ولا اي حاجه خالص، فعلشان كده اصلا بيكون مش احسن اختيار، لانه هو ممكن اصلا يعمل حساسيه في الصدر للناس اللي قاعدين. فالفلتر المستعمل في المكنسه بتاعه ستانفي بينقي الهواء من الريحه والبكتيريا واي مشكله ممكن تكون هتسبب حساسيه للصدر او هتسبب اي مشاكل عموما، او حتى ان هو يخلي ريحه الهواء نفسه مش احسن حاجه، او انه يخلي المكان نفسه ما يبقاش نظيف 100%. فدي من اهم الحاجات بصراحه اللي عجبتني في المكنسه دي. تاني اكتر حاجه برضو عجبتني، هي طبعا جاي معاها كذا اداه، هي ده كده الجسم بتاع المكنسه نفسه بيجي بقى معاها حاجات كتير قوي. اكتر واحده حبيتها فيهم طبعا هي بيجي معاها المكنسه العاديه خالص اللي هي بتاعت الناس كلها اللي موجوده في كل المكانس. اكتر واحده بقى واكتر اداه حبيتها قوي 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 هي الاداه دي اللي هي رفيعه قوي دي، شايفين حجمها رفيع ازاي؟ دي بقى بتدخل ما بين اي مكان، بتدخل ما بين الشلت بتاعه الانتريه مثلا لو انت عندك اطفال، او حتى لو مش عندك اطفال برضو ممكن اكل يقع في النص، ممكن اي حاجه تقع في النص، اي حاجه ايا كانت هي ايه ممكن تعمل ريحه بعد كده في الانتريه نفسه، ده بيكون صعب قوي الوصول للحته اللي في النص دي كده، فعلشان كده بتقدر تدخل ما بينها. تقدر عارفين اللي هو المكان بتاع البلكونه ده برضو مهما كان رفيع، حتى لو رفيع قوي قوي وهي كمان ما دخلتش ما بينه جامد، فهي فيها قوه شفط قويه بتقدر ان هي تشفط التراب، حتى لو هي ما وصلتش قوي للمكان نفسه فهي بتقدر تشفط التراب. تقدروا تنظفوا بيه كمان الكورنرز بتاعه السقف من فوق مثلا اللي هي الحتت الرفيعه قوي دي، طبعا هي بيجي معاها الوصله دي كلها كده علشان تطولها اكتر. بعد كده تحطوا فيها اي بقى اكستنشن او اي الجزء يعني اللي انتوا عايزين تنظفوا بيه، فهي بتساعدكم ان انتوا توصلوا لادق الاماكن وارفع الاماكن الموجوده في الشقه نفسها. كمان موجود اللي هو الجزء الصغير ده كده علشان لو عايزين تستعملوها وهي صغيره، يعني مش عايزين بقى تحطوا فيها الاداه الطويله قوي دي كده، الطويله دي كده عشان توصلوا لاماكن بعيده شويه، او مثلا تنظفوا وانتوا واقفين مثلا، لكن لو المكان قريب قوي منكم فمش عايزين الاداه الطويله دي، فبتحطوا الاكستنشن الصغير ده وبتحطوا فيه باقي الاجزاء بتاعه التنظيف التانية. في كمان اداه حلوه جدا جدا اللي هي الاداه دي ممكن تستعملوها مثلا عشان تنظفوا الانتريه او الستاير او اللي هي المفروشات عموما، الاداه دي بتنظف المفروشات. في كمان حاجه لذيذه قوي قوي عجبتني اللي هي الجزء ده كده، ده علشان تعلقوها مثلا لو انتوا عندكم جزء في المطبخ في ادوات التنظيف او حاجه ممكن تعلقوها فيه، فهي دي كده الاكستنشنز اللي تيجي معاها. طبعا السلك بتاعها طويل جدا جدا جدا، وهي كمان خفيفه قوي قوي قوي، بتدوسوا بس على زرار الباور كده من هنا وبعد كده هي تشتغل عادي خالص. هي بجد لذيذه قوي، سريعه قوي، خفيفه قوي، قوه الشفط اللي فيها قويه جدا جدا. فيها كمان الفلتر بتقدروا ان انتوا تخلعوه وتنضفوه عادي جدا. عايزه اقول لكم ان هي كمان جايه معاها ضمان 2 سنين، ده غير ان هي حاليا برضو عليها اوفر نازل سعرها حاليا من 5500 ل 4300 وشويه تقريبا بعد البرومو كود بتاعي. طبعا هسيب لكم البرومو كود بتاعي، وما تنسوش انا هحاول انزل لكم الفيديو ده بسرعه علشان انا اتاخرت جدا، المفروض كان ينزل قبل العيد، انا حاليا بصور الجزء ده بعد العيد لان انا بصراحه احبطت لما هو باظ. عموما يا بنات استنوا مني ريفيو تاني على كل الحاجات دي مثلا بعد 6 شهور ولا حاجه على اخر السنه، ممكن بقى في العروض بتاعه البلاك فرايداي، لانه انا بلاحظ ان لما بستعمل حاجه مده اطول، لو تفتكروا انا عملت 2 فيديوز على الادوات بتاعه ستانفي اللي هي بتاعه الشعر. اول فيديو خالص كنت لسه اصلا ما جربتش الحاجات كلها، ثاني فيديو لما جربت الحاجه بقى عندي خبره كفايه بكل برودكت وقدرت ان انا يعني استكشف الحاجات الحلوه فيه اكتر. فانا علشان كده بوعدكم بفيديو تاني في البلاك فرايداي اكون مثلا استعملتهم فتره اطول بكتير، وكمان بقى عندي فكره اكتر عنهم، خصوصا بقى الاير فراير محتاجه ان انا يعني بجد بحس انه كل ما استعملتها اكتر كل ما طلعت الحاجه بطعم احلى بكتير. وبس كده يا بناتي، رب تكونوا استفدتوا واستمتعتوا وانتوا بتشوفوا الفيديو ده، وان شاء الله نتقابل مع بعض في فيديو تاني قريب. شكرا ليكم، مع السلامه.